السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو آخر وصفة، يا رب يكونوا جربتوا الوصفة وتكون عجبتكم. النهاردة كده معانا وصفة حلوة وجميلة، وهي شاورمة الفراخ. في 10 دقايق كده هتكوني عاملاها وتكون جاهزة معاكي، وما تاخدش معاكي يعني وقت خالص، ولا على النار ولا في تحضيرها. بصوا، انا معايا هنا نص كيلو بانيه وقطعته شاورما طويلة كده. انت ممكن تقولي للفرارجي او بتاع الفراخ قطعه لي شاورما جاهزة عادي، يعني جيبي بانيه وهو بعد ما يوزلك البانيه يعني مثلا قولي له قطعها لي بقى شاورما عادي، ما مش هيقولك اي حاجة خالص. وبجيب بقى كده طاسة سخنة خالص وبحط فيها زيت، والزيت لما يسخن خالص اروح نازله عليها بالفراخ بتاعتي او الشاورما بتاعتي. طبعا الشاورما انا غسلاها كويس ونقعاها بملح وليمون. ما تحطيش خل عشان الخل بيزود الزفاره. تمام. اقعد اقلب فيها كده لغايه ما يديني اللون كده الاحمر الحلو كده الذهبي زي ما انتم شايفين. وهي طبعا مش كلها تتكسي اللون الذهبي دوت، لان طبعا ما فيهاش جلد، هي شاورما فراخ، صدور فراخ. احمرت على قد ما احمرت كده يا حبايب قلبي، رحت نازله عليها بالملح، وهنزل عليها برضو عفوا، وهنزل عليها برضو يا حبيب قلبي ببهارات الفراخ. بهارات الفراخ دي بيبقى فيها كل حاجة، فيها كاري، فيها كركم، فيها فلفل اسمر، فيها كل البهارات. تمام. فبهارات الفراخ دي بتغنيني عن ان انا احط مثلا فلفل اسمر واحط كاري واحط كركم واحط الكلام ده. لا، دي بهارات فراخ بتجيبيها من عند اي عطار، بس يكون يعني حاجته كويسه ونظيفه. تمام، عشان يعني ما تديش طعم مش حلو للشاورما بتاعتك. اقعد بقى اقلب فيها واخليها تشرب كده، الفراخ تشرب من البهارات بتاعتي اللي انا حطيتها لها. وهنا عندي بصلتين وسط، او واحده وسط واحده كبيره، قطعتهم كده جوليان او جوانح. معلش بقى يا جماعه، عندي برد كده في مناخيري بتقفل، ما اعرفش اكمل الكلام. فبقطعهم كده جوليان يا حبايب قلبي، وانزل عليهم. انا بنزل عليهم على الفراخ، مش عايزه البصل بتاعي يدبل، لا انا عايزاه زي بتاعت بره، الشاورما بتاعت بره. لو تلاحظوا تلاقوا البصله وانت بتاكليها كده بتقرمش معاكي في الساندوتش. فانا مش هدبلها خالص، على طول كده يعني تشويحتين. انزل عليها بفلفلايه، ده قرن حامي كده، انت عايزه يعني فلفلايه رومي. تمام. وبقطعها كده مكعبات، انت عايزه تعمليها جوليان برضو اعمليها مفيش مشكله. وبقلب وبديها برضو تشويحه مع البصل ومع الفراخ. تمام يا حبيب قلبي. وما تنسيش بقى يا حبيبه قلبي في اللايك وكومنت حلو وشير لكل احبابك واصحابك وقرايبك علشان يشوفوا الوصفه. ما تنسيش في اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو ويخلي كله يشوف الفيديو ويستفاد. انا كده نزلت بالطماطم. الطماطم هنا كنت جايبه 4 طماطمات، و4 طماطمات وسط، و مقطعاهم كده مكعبات، مش شايله منها اللحم ولا الجلد ولا حاجه، لا زي ما هي مكعبات كده. وانزل اديها برضو تشويحة لغاية ما الطماطم تسبك معايا، او مش تسبك يعني ايه، نص تسبيكة كده، يبقى كله اخد الخضروات كلها، الطماطم والبصل والفلفل نص تسوية. دي احسن لما بتبقى مستوية كلها خالص، بتدي طعم حلو للشاورما بتاعت الفراخ، وبتبقى زي بتاعت بره بالظبط. بقلبها بقى كده، وبشكر كل متابعيني حبايب قلبي من كل بلد بيتفرجولي. ربنا يخليكم، السعودية، الجزائر، المغرب، بلغاريا، السعودية، ايه تاني، مصر طبعا ام الدنيا اول حاجة. ومين تاني مش عايزة انسى والله، تونس، الجزائر، المغرب، السعودية، بلغاريا، الامارات. بشكركم 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 حبايب قلبي. كده خلاص بقى قلبتها وخدت التسوية وكده خلصت معايا. ما تنسيش